اللوزين كيخدموا فيه غير لي زافريكان، ما كيخدموش فيه المغاربه باش ما يسيقوش الاخبار اش كيديروا. بلاصه الدوراده وبلاصه الحوت الحر كيقيدوا فيه السرديل باش يخرجوه لموريتانيا. هاد الناس راه خرجوا على الثروه ديال المغرب. بغينا منك يا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله توقف لنا هاد البيلاجيك فورا. راه المدير ديال الانراج فرجي اللي كان مع الوزير اللي فات صديقي اللي مشى راه عطى تقرير خايبه. كاع بغينا محمد السادس يتداخل، وبغينا يخرج يشرح لنا ويوضح لنا واش هذه هما الاهداف من التعاون جنوب جنوب والولوج الى الاطلسي. حنا مواطنين مغاربه، هو الملك ديالنا، هو الراعي وحنا الراعيه، من حقنا نعرفوا فين راهم باغيين نوصلوا، من حقنا بغينا نعرفوا واش هو الربح ديالنا حنايا، واش هو الربح ديالنا بهاد المبادرات الاطلسيه والتعاون جنوب جنوب. واش الهدف منها هو انكم تدخلوا شعوب اخرى وتوفروا لهم الفرص ديال العيش الكريم اللي نورمالمون خاص يكون المغاربه، وتسهلوا لهم العيشه هنا بانكم تخدموهم، وتسهلوا لهم انهم يسكنوا هنايا، انهم يتزوجوا هنايا، من اجل الحصول على واحد الشعب واستبدال الشعب المغربي الاصيل بواحد الشعب شعب هجين مخلط، شعب طائع تسوقوه بحال البقر اكثر واكثر، وتنهبوا الثروات ديالنا. واش هذا هو الهدف من هذه المبادره ديال الولوج الى الاطلسي والتعاون جنوب جنوب؟ في الاول كنا كنسمعوا بان المغرب غير بلد العبور للمهاجرين من المغرب للضفه الاخرى لاوروبا لمص الدم من هذه الدول الافريقيه. ما حنايا ما درنا لهم لا بيدينا لا برجلينا، وكتدوخونا وكتوهمونا بهذوك الشعارات الواهيه، هذوك الشعارات الرنانه نتاع المغرب بلد التعايش والتسامح وتقبل الاخر، والمغرب ثقافات وتلاقح الحضارات. المغرب كان عبر تاريخه بلد تلاقح الحضارات والالتقاء. حنا عمرو ما قرينا في شي كتاب ولا شي مرجع بان المغرب كعبر تاريخه كان بلد بلد الانفتاح وتلاقح الحضارات. حنا عمرو ما قريناها في شي حاجه، شي كتاب ولا شي مرجع، كنسمعوها غير في التلفزيون المغربي، ومن 99 لهنايا ماشي تا قبل 99 عمرو كنا نسمعوا هذا العجب. واش هذا هو الهدف من هذه المبادرات؟ هو اننا نجمعوا الشمكاره والكروشاره وديال كلشي دول افريقيا وشمال افريقيا ودول المشرق، وتطلقهم عليا في الزنوق وتقول لي بلد تلاقح الحضارات؟ لا حاسب لا رقيب. انا عمرو ما شفت شي دوله بانها قالعه الفيزا على كلش، من هب ودب ولا كيدخل البلاد كيدير هنا بلا بالشي اللي بغا بطرق شرعيه ولا شرعيه، كيدخلوا بالطرق الشرعيه ولا شرعيه. فيها مراقبه التراب الوطني، فيها حرس الحدود، فيها الشرطه. حنا كاع الدول كنعرفوا بان من كيقبضوا شي واحد حراك كيطلعوه وكيهبطوه، الا في هذه البلاد السعيده لا حاسب ولا رقيب. وزيد على ذلك الاستقبال الملكي ديال واحد 3 ديال وزراء خارجيه، على ما كنظن وزراء خارجيه دول الساحل، خرجوا الغياطه الغياطه والطبانه فرحانين، ما عارفينش بان غادي غير البلاد غادي تزيد تترع، غادي يقلع عليهم الفيزا باش يجيبوا لنا، باش يبقاو يجيبوا لنا الحراقه المهاجرين الافارقه الصعاليك، يجيبوهم لنا هنايا في الطياره. غادي يبقاو يجيبوهم في الخطوط الجويه الملكيه. قبل كانوا كيجيو على رجليهم، غادي يبقاو يجيبوهم لنا في الخطوط الملكيه الجويه. يجيبوهم في الطياره مقنعين ويجيو هنا يسطاليو عليك، والعياشه عارف فرحانين. انا بغيت غير نفهم انايا كيفاش ان محمد السادس بالرغم بان العياشي ما عندوش عشاء ليله كيخرج يقول عاش الملك، وبالرغم من ذلك الملك محمد السادس حاقد عليه وباغي يستبدلو. ما عرفت انا كيفاش كتفكروا، كيفاش كتفرحوا بهاد الامور هذه. وكل شيء مركز على حتى شي واحد ما كيركز على هذا الشيء، مركزين على نبنيو سبيطار يقول لك تنميه بشريه.
ها، ولا التنمية والبنية التحتية. ها، باش بغيت تكون دولة خالي، إلا سبيطار كيدخل في البنية التحتية والتنمية، باش بغيت تكون دولة؟ بالرملة ولا بالعجاج؟ سبيطار عادي أنك تبني سبيطار، دولة عادي أنها تبني سبيطار، طريق عادي، دير ترامواي عادي. فين راه التنمية هنا، وفين راه فين راه البنية التحتية؟ نقولوا في البنية التحتية، ولكن هذاك الشيء راه عادي. فرحانين وطايرين بالفرحة. وبغيت نعرف هذا العدد الكبير ديال المدافعين الشرسين على الوطن، هذوك ديال اليوتيوبرز، هذوك اللي ولاو يبيعوا العسل. كاين اللي ولا يبيع العسل، كاين اللي ولا يبيع في يدير له فيديو فيه 20 دقيقة يهضر على الكراغلة ويهضر على هادي وعلى محمد السادس ياك، ويبيع العسل. هذوك المتاجرين والمسترزقين بالوطن، علاش ما كتهضروش بحال هاد المواضيع؟ كنا كنسمعوا بان المهاجرين ديال الاستيرتو ديال افريقيا بانهم المغرب خداو المغرب بلد العبور، فجاه ولينا في بلاد الاستقرار، فجاه ضربونا بالنص، ولاو فينا في التجنيس وفي التوطين وفي الادماج. هذا الشيء ما كيشكلش خطر؟ هذا الغزو الجديد، هذا الاستعمار الجديد. ما شي عادي، هذه عندكم شي عادي، ما ماشي مشكل. هذوك اللي كيديروا الفوضى في كازا، هذيك النهار هذوك اللي كدايرين حرب ديال العصابات، ماليين وكراغله، مخليين بلدانهم وجايين للمغرب يديروا حرب العصابات، وكيفزعوا في الناس. هادو ماشي امور خصنا نهضروا عليها، لا هادو خصنا ندفنوهم. خصنا نبينوا حنا بلي اننا احسن بالكراغله، بلي حنا عندنا العدس والكراغله ما عندهمش العدس. هذا هو المستوى ديالكم. عاش المغرب ولا عاش ما خانه، وديما مغرب، والمغرب اولا واخيرا.